اهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست. النهاردة انا جاي اكلمكم عن حاجة شخصية جدا، والتجربة فعلا لمست قلبي وانا اللي مريت بيها. النهاردة جاي اشارك معاكم دعوتين كانوا من اكتر دعوتين اثروا في حياتي وغيروا حياتي 360 درجة. شفت اثرهم حرفيا في كل خطوة في حياتي وكنت بلامس إجابة الدعوتين دول دايما، والدعوتين دول دايما برضو ربنا كان رازقني إن أنا أرددهم. يعني أنا شايفة إن الدعاء ده برضو إن الواحد يدعي ويستلهم الدعاء وكده، ده رزق. فضروري جدا إن الواحد يبقى مخصص كده دعوات معينة هو بيدعيها لنفسه في كل الأوقات. يعني يا جماعة الدعاء ده من أفضل العبادات زي الصلاة وزي الصوم، وانت بتؤجر عليه. يعني انت مجرد ما بتدعي انت بتاخد حسنات وبتاخد اجر. وكده كده يعني ربنا قال ادعوني استجب لكم، فهو كده كده ربنا موجود عشان يسمع دعواتك دي ويسمع فضفضتك دي. فاحنا محتاجين ان احنا نخصص دعوات معينة لنفسنا ندعيها لنفسنا في كل وقت بين الاذان والاقامة، في قيام الليل، في آخر ساعة في يوم الجمعة قبل أذان المغرب، يوم عرفة، آخر 10 أيام، 10 الأواخر في رمضان. في أيام كتير جدا بتبقى هي لحظات استجابة دعاء، زي برضو وقت النزول المطر. احنا كل الحاجات دي احنا محتاجين نستغلها كويس جدا، ان احنا ندعي فيها نفسنا باستمرار. وحتى مش لازم ان احنا ندعي في الاوقات دي بس، احنا كل ما الواحد يفتكر ان هو يدعي لنفسه يدعي، مش لازم بقى يبقى متوضي، ومش لازم يبقى على سكة الصلاة ولا اي حاجة من الحاجات دي. فانا النهاردة جاية اشارك معاكم دعوتين بجد انصحكم ان انتوا تحطوهم ضمن قائمة دعواتكم اللي هتدعوا بيها لنفسكم دايما. اول دعوة كانت عن الرزق. الدعوة دي اللي هي اللهم ارزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. بجد أنا الدعوة دي شفت أثرها في حياتي. يعني أنا الدعوة دي بدأت أنتظم فيها من 4 سنين تقريبا. من 4 سنين لحد يومنا هذا أنا فعلا شفت أثرها في حياتي. فعلا رزق دايما غير منقطع، بيتقفل طريق ربنا على طول بيفتح لي طريق تاني من حيث لا احتسب حرفيا. فالدعوة دي يعني رغم ان انا كنت ببقى مقصرة في حق ربنا في حاجات كتير جدا، الا انا برضو كنت بلاقي الدعوات دي بتستجيب. فبجد ربنا كريم جدا ورحيم جدا. المهم ان البني ادم ما يقطعش كل صلاته بربنا، يعني يحاول دايما يسيب باب موارب، يمكن الباب الموارب ده يكون هو السبب انه يرجع لربنا تاني. فالدعوة دي بجد كنت بشوف أثرها جامد. أغلب الحاجات اللي كان بيبقى نفسي فيها وكده كنت بعملها بطريقة ما تجيش على بالي، وكنت يعني فلوسها أو غيره كان بيجيلي فعلا بطريقة لا أحتسب. فأنصحكم بجد إن انتوا تحطوا الدعوة دي دايما تدعوا نفسكم. يعني هتبقوا عملتوا معروف حلو جدا في نفسكم لو انتوا التزمتوا على الدعوة دي. تاني دعوة معانا وهي مش اخر دعوة، يعني انا هقولكم مجموعة دعوات كتير حلوة. في ناس مش بتعرف تدعي بايه، فان شاء الله الفيديو ده يكون يعني زي جايد كده بسيط للناس دي. تاني دعوة هي اللهم سخر لي جنود السماوات والارض وكل من وليته امري. برضو دايما كنت بلاقي اموري بتتيسر، الناس بتتسخر لي لتيسير كل حاجتي بطريقة مش طبيعية. لان فعلا دي برضو تاني اكتر دعوة دايما انا ملازمها على لساني. اللهم سخر لي جنود السماوات والارض اللي هم الملائكة، وجنود الارض بقى اللي هم البشر يعني وكده. فعلا كنت بلاقي تيسير رهيب، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في امور كتير في حياتي. مش شرط اكون بتكلم عنها دايما مع الناس القريبة مني، ولكن انا فعلا كنت بلاحظ استجابة دعواتي في
الدعوتين دول يعني في أبسط التفاصيل اليومية. في برضو دعوة تانية حلوة قوي، اللهم اهدني واهدي بي وارزقني وارزق بي. برضو الدعوة دي جميلة جدا. اهدني واهدي بي يعني يا رب اهديني لطريقك وخليني سبب لهداية ناس تانية، او ان انا اكون سبب الناس تانية تقرب لك ولو حتى خطوة يعني. وارزقني وارزق بي يعني يا رب ارزقني فلوس ورزق واسع وكده، وانا خليني انا برضو ادي للناس يعني من الرزق اللي انت بعتهولي ده يا رب. طبعا مفيش احسن من الصدقة، يعني الدعاء والصدقة من اكتر الحاجات اللي بجد تحفة في حياة الانسان. وان شاء الله هعمل بودكاست تاني نتكلم فيه بس عن حوار الصدقة ده. ولكن دول الدعوتين اللي انا بجد كان نفسي ان انا اشاركهم مع اكبر عدد من الناس. معرفش مين الناس او عدد الناس هتشوف الفيديو ده، بس بجد اتمنى من ربنا ان عدد كبير يعني يشوف الفيديو ده عشان يستفاد، لان انا فعلا الدعوتين دول اثروا في حياتي بشكل يعني انا مش متخيلاه، وانا مش عارفه اوصفه لكم، لان أنا فعلا لما قعدت استوعبت ان انا بقالي 4 سنين على الدعوات دي وفعلا كنت بشوف اثرهم في حياتي، فقلت اشارك تجربتي دي، يمكن اكون سبب في تغيير برضو حياة ناس تانية، وان هم يلتزموا على الدعاء ده وياخدوا اجر على الدعاء، وفي نفس الوقت حياتهم يعني ربنا يسخر لهم جنود السماوات والارض ويرزقهم رزق واسع من حيث يحتسبوا ومن حيث لا يحتسبوا. شكرا لكم، واتمنى تكونوا استفدتوا من البودكاست النهارده. هو بودكاست بسيط وقصير، بس انا حبيت انا برضو مخططلهوش خالص، بس حبيت اطلع اقول التجربة دي عشان تستفادوا بيها. شكرا لكم. بودكاست بنوتة.